السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، مش عارف ده فلوج ولا ده ايه. انا حسيت ان انا عايز اصور فيديو من الاخر يعني، ومش محضر موضوع، والساعة 7 الصبح، يعني برضو ممكن تلاحظ ان في بقى تهتها وعته، وفي مشاكل كتير قوي هتحصل في المونتاج. هتعصب على نفسي جامد قوي بقى، هلاقي نفسي اللي هو ما تتكلم عادل يا كابتن، انت في ايه يا اسطى؟ ما تطلع كلام من بقك، تقول لي ليه مسجل في الوقت ده؟ هو يعني الفكرة بس ان ايه، البيت نايم يعني، واحنا ويك اند النهارده، فصباح الفل يعني. وبعدين انا عامل كوبايه شاي، عملتها امبارح بالليل وسخنتها النهارده. في حد بيعمل كده؟ ما اظنش. انت بتصحى تعمل شاي، انك تعمل شاي من بالليل، دي جديده بقى. المهم، فيعني خلينا نخش في موضوعنا، خده كده على اساس ايه البودكاست اللي انت بتسمعه الصبح. ايه الحاجه اللي انا كنت عايز اتكلم عليها؟ هي حاجه انا بعاني معاها، هي ان انت حاول انك تعيش الحياه على اكمل وجه. ما تعيش الحياه نص نص، ما تعيشهاش مترقب ان حاجه وحشه هتحصل. ما تعيش الحياه على اساس ان انت لازم تاخد احتياطك في ان لو الحاجه الوحشه حصلت ابقى انا كده تمام، انا واخد احتياطي، انا كده ظابط كل شيء، كده ظابط كل حاجه. ما تبقاش عايش بالشكل ده. لازم تعيش على اساس ان ايه، مشاكلك مش هتخلص، وهي دي سنه الحياه، هي دي الدنيا، المشاكل ما بتخلصش. وانا لاحظت ان انا عندي مشكله مع حاجه زي كده، ان انا دايما عايز المشكله تروح، عايز احس بالاحساس اللطيف اللي هو إيه، الدنيا تبقى مظبوطه كده، وتبقى قاعد عارف لما تشرب كركديه كده بعد الفطار، بتبقى انت قاعد عامل كده، فاهم، قاعد كده مظبوط قوي كده ومتظبط وساقع كده يعني انت فاهم قصدي. ودي حاجه انا بعاني معاها، دايما مستني الدنيا تبقى مظبوطه، درجاتك تبقى مظبوطه، شغلك يبقى تمام، حياتك تبقى كويسه، ما يبقاش عندك مشاكل كده برايفت ليك في حياتك، خليك كده تمام، صحتك النفسيه اهم حاجه تبقى 100%، كله يبقى مظبوط علشان نعرف نشتغل، علشان نعرف نعمل اللي احنا بنحب نعمله، علشان نعرف نبقى كويسين، علشان ننبسط. لما المشكلة تروح أنا هبقى تمام. لما المشاكل تخلص اللي عندي وأحلها، هبقى في صحة نفسية كويسة، هعرف أعمل كذا وهعرف أبتدي في كذا اللي أنا كنت مأجله. بحس إن أنا عايش بالنمط ده، إن أنا قاعد دايما مستني، لكن في الواقع أنا قاعد مستني، والحاجة اللي أنا مستنيها هي في الواقع مش هتحصل. فأنا قاعد مستني لأجل غير مسمى. ما فيش حاجة اسمها الانفراجة هتيجي، طبعا الانفراجة بتيجي وربنا بيفرج عليك بعد أي مشكلة أو بعد أي عسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الموضوع يعني إحنا عارفين، بس أنا قصدي كل ما أخش في ابتلاء أكيد هطلع منه وأخش في ابتلاء تاني. كل ما أخرج من صعوبة هخش في صعوبة، كل ما أخرج من فترة معينة في حياتي هخش في الفترة اللي بعديها. مش هفضل قاعد كده، والدنيا بتمشي بسايكل معينة. حتى لو انت غني غني اللي هو عندك مليارات دولارات، حياتك برضو مش هتمشي كده من غير مشاكل، اكيد في مشاكل، وتفر بقى المشاكل اللي انت هتلاقيها في حياتك. الفكرة ان انت هتفضل تشيل هم وهيبقى عندك مشاكل، وان طريقتك في العيشة دي انك تستنى المشكلة تروح علشان تبتدي تتحرك وتبتدي تعمل الحاجة اللي انت نفسك تعملها، وتبتدي تعيش الحياة اللي انت نفسك تعيشها، والروتين اليومي اللي انت نفسك تحطه لنفسك، واللايف ستايل اللي انت عايز تبتدي تطبقه في حياتك. حتة انك تستنى ان المشاكل تخلص عشان تبتدي تعمل اللي انت عايز تعمله، ده مش هيحصل، ده مش هيحصل. مشاكلك هتفضل تكمل معاك واقول لك على حاجه بقى، ده يفرحك اكتر من ان هو ينكد عليك، عشان هتقولي انا زهقت من المشاكل، زهقت من مش عارف ايه. انا فاهم، ما كلنا زهقانين من المشاكل، هو ده مش احساس جديد ومعضله يعني، مثلا هو ان انت زهقت من المشاكل، كلنا بنتعب من المشاكل وزهقنا من المشاكل، بس احنا كلنا برضو عايزين نعيش ونستحق ان احنا نعيش، صح؟ انت ليك على نفسك حق، وليك أحقية إنك تعمل شغلك وتهتم باللي حواليك وتهتم بنفسك وبصحتك وبعقلك وبشغلك وبتقدمك في الحياة. فما تقعدش تستنى حاجة تحصل أو حاجة تخلص زي المشاكل وانت عارف كويس قوي إن هي مش هتخلص. فانت كل اللي انت بتعمله إن انت قاعد مستني ولا شيء، ومعطل كل حاجة. شغل عايز تعمله، ما معلش لما الدنيا تظبط، طب ما الدنيا مش هتظبط، طب انا هفضل دايما كده، طب يا عم تعمل،